كنا وقفنا في الجزء اللي فات ان راندي اورتون شخصيته بدات تتغير بشكل تدريجي، واتكلمنا عن عداوات كتير دخل فيها وانه فاز باول لقب عالمي في مسيرته. بس ده كله ما يجيش حاجه جنب اللي عمله راندي اورتون في مسيرته كلها. ولو ما شفتش الجزء الاول لازم طبعا تروح تشوفه عشان تبقى عارف احنا بنتكلم عليه وعشان تبقى كمان متابع القصه. وبس يلا بينا نستكمل القصه. هنستكمل القصه في روب تاريخ 23 يوليو لما راندي اورتون بقى المنافس الاول ضد سينا في سامر سلام. بس راندي اورتون كان كل شويه يهجم على جون سينا وده العادي بتاع اورتون. بس بقى تيجي سامر سلام وجون سينا يقدر يفوز على راندي اورتون. وبعدها راندي اورتون ما يعجبوش الكلام ده عشان طبعا في روب تاريخ 27 اغسطس كان عايز ياخد مباراه اعاده. بس ويليام ريجل اللي هو كان مدير عرض الرو ساعتها رفض الكلام ده. قام راندي راح لفينس ماكمان وقال له انه عايز يكون يعني منافس الاول ضد جون سينا. بس فينس ماكمان قال له لازم تثبت نفسك وما قالوش ازاي يثبت نفسه. فراندي اورتون اتصرف من دماغه علشان في نفس الليله جون سينا كان بيلعب مباراه ضد بوكر تي. قام دخل بقى راندي اورتون بوظ عليه المباراه وكمان ضرب ابوه كمان اللي هو بص يعني ولعها من الاخر. وكده طبعا اثبت نفسه بجداره يعني وتحددت مباراه ما بينهم في عرض انفرجيفن. وفي المباراه دي يا جماعه فاز راندي اورتون بالاستبعاد بسبب ان جون سينا كان جايب اخره منه ومسك واداله علقه بنت لذينه يعني. وطبعا اللقب ما اتاخدش من جون سينا. وبعد المباراه بقى راندي اورتون مسك ابو سينا تاني وقعد يضرب فيه ما تفهمش ليه. وده خلى بقى راندي اورتون يلعب ضد ابو سينا في عرض روب تاريخ 17 سبتمبر. بس جون سينا كان مربوط في الحبل ما عرفش يساعد ابوه خالص. وطبعا مش محتاج اقول لك ان راندي اورتون فاز يعني مش محتاج اقول لك. وكنت اتكلمت عن العداوه دي كلها بالتفصيل في فيديو عداوه جون سينا وراندي اورتون يبقى شوفوا بعد الفيديو ده. وفي عرض روب تاريخ 1 اكتوبر جون سينا كان بيلعب مباراه ضد مستر كينيدي. بس للاسف اتصفى المباراه دي. بس لسه ما خلصتش عشان بعد المباراه يدخل راندي اورتون يعمل له احلى اركيو. ومن هنا فعليا اتسمى بالافعى لان خلاص الراجل مش بيقدر له قادر بقى بيخش في اي حته وبيضرب اي حد. وسينا في الوقت ده طبعا اتنازل عن اللقب عشان هيغيب فتره كبيره. وفي نو ميرسي بقى راندي اورتون اخد اللقب ودي تاني مره ليه من ساعه لما كان واخده قبل كده من كريس بنوا في الجزء الاول. واورتون بقى يا جماعه عداوته رجعت تاني مع شون مايكلز. بس ليه هقول لك. علشان في احدى عروض الرو فينس مان كان بيتوج راندي اورتون او حاجه زي كده. قام داخل يا باشا شون مايكلز وهجم عليه وعطى له احلى سويت شاب ميوزك جاب اجله. كده بقى اتحددت مباراه ما بينهم على اللقب في عرض سايبر سانداي. بس اورتون كان ذكي شويه في الماتش عشان عطى لو بلو لمايكلز وانتهت المباراه بالدي كيو. هو راندي اورتون خسر بس ما خسرش اللقب. بني ادم ذكي بقى هنقول ليه بني ادم ذكي. بس بقى اتحددت مباراه ثانيه في سرفايفر سيريس ما بينهم والماتش ده بجد كان جامد جدا جدا بجد. بس كان ممنوع بقى شون مايكلز يستخدم السويت شاب ميوزك ما تفهمش ليه ما تفهمش. ولو استخدمها هيخسر. وبسبب ده في الاخر فاز راندي اورتون على شون مايكلز. وبكده شون مايكلز ملوش فرص تانية على اللقب ده خالص. وبعدها عمك راندي بقى دخل في عداوه صغيره كده مع كريس جيريكو ولعبوا بقى في عرض هرمجدون وفاز راندي اورتون بالدي كيو. وبعدها برضه دخل في عداوه صغيره كده مع الهاردي بويز تحديدا جيف هاردي ونجح انه يدافع على اللقب ضد جيف هاردي في عرض الرويال رامبل. راندي اورتون كان ساعتها بجد بيعمل جمدان وعظمه ولسه كمان هتشوف الجمدان اكتر منه لسه. بس استنى انا قلت رويال رامبل صح؟ يبقى انت اكيد عارف ان جون سينا رجع في الماتش ده وقدر يفوز بيه. وكده طبعا مش هيسيب اللقب بتاعه اللي هو اصلا ما خسروش. بس بدل ما جون سينا يروح يرسل منا زي بقيه خلق الله قرر ان هو يستخدم فرصته في رسل منا في عرض نو واي اوت. يعني حاجه في منتهى الغرابه بجد يعني. بس راندي اورتون عمل معاه برضه حركه ذكيه. راندي اورتون كان عارف انه هيخسر الماتش ده عشان كده بقى ضرب الحكم بالقلم على وشه عشان الحكم ينهي المباراه بالدي كيو. دماغ شغاله مش بتنام دي يا باشا انت فاكر ايه. بس بقى عشان نرد كرامه جون سينا اللي هو لسه راجع في رويال رامبل وبرضه ما فازش باللقب عشان كده بقى ايه عشان كده جون سينا يلعب مع راندي اورتون في عرض الرو وقدر انه يفوز عليه. بس للاسف المباراه ما كانتش على القاب. بس في المباراه دي يا جماعه كان تريبل اتش الحكم. وبعد المباراه على طول تريبل اتش ضرب جون سينا واحده بيدي جنيه جاب اجله. وبسبب ده يا جماعه الثلاثه لعبوا ماتش ثلاثي في ريسل مانيا. بس برضه راندي اورتون قدر انه يفوز عليهم بعد ماتش جامد جدا في ريسل مانيا. بس نهايته واللقب قربت شويه او قربت جدا عامه عشان في عرض ريسل مانيا باكلاش يخسر اللقب لتريبل اتش في مباراه بجد جامده جدا جدا بجد. مباراه رباعيه قويه جدا جدا فوق ما تتخيل. كان فيها جون سينا وجي بي ال وطبعا تريبل اتش اللي هو اخد اللقب. وطبعا عشان دخول الحمام ازاي خروج راندي اورتون ما عرفش يستعيد اللقب من تريبل اتش في عرض الجادجمنت داي. بس بقى راندي اورتون كان عايز اللقب برده باي شكل من الاشكال عشان كده يلعب ضد تريبل اتش في مباراه في وان نايت ستاند مباراه من نوع لاست مان ستاند جامده جدا جدا جدا. بس برضه راندي اورتون خسر. بس اورتون بقى اتصف الماتش ده وغاب شويه والصراحه الغياب ده كان في صالحه جدا جدا وهقول لك ليه. بس بقى لما اخد التصريح انه يرجع تاني يلعب على الحلبه يعني عمل حادثه موتوسيكل ودي كانت مشكله كبيره جدا حاصله وقتها والحادثه دي خلته يتاخر شويه في الرجوع. بس انا ليه قلت لك ان غيابه ده كان في مصلحته عشان في عرض روب تاريخ 1 سبتمبر رجع راندي اورتون بدخله جديده وموسيقى جديده تماما. دخلته وموسيقته اللي احنا عارفينها لغايه دلوقتي علشان فعلا ياكد انه خلاص اتغير تماما
تماما عن زمان وبقى الفايبر راندي اورتن. المهم بقى يا جماعه رجع وقعد ينتقد كل المصارعين اللي كانوا موجودين ساعتها ومنهم طبعا كودي رودز وتيد ديبياسي واللي طبعا خسروا القابهم. بس راندي اورتن حب يعلم التلاميذ بتاعته، قام ضرب كودي رودز بالقلم على وشه. ايوه عليك يا زمن والله العظيم بجد، يعني الزمن يعني ملوش امان خالص. كودي رودز وتيد ديبياسي حاولوا يكسبوا ثقه راندي اورتن باي شكل من الاشكال عشان بقى يدخلوا يضربوا سيم بانك في عرض انفرجيفن، وده خلاه يتخلى عن اللقب بتاعه قبل ما يلعب الماتش بتاعه اصلا. بس برضه ما كانوش لوحدهم عشان دخل راندي اورتن وساعدهم وضرب سيم بانك واحد على دماغه وجاب اجله. بس بقى اورتن لعب ضد بانك في عرض روب تاريخ 3 نوفمبر، بس المره دي خلصت دي كيو بسبب تدخل تيد ديبياسي، ويا ريته اتدخل في وقت صح، لا اتدخل خلاص في وقت راندي اورتن على وشك الفوز اساسا. فاللي هو انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ عشان كده راندي اورتن بعد الماتش يضربه ضربه بنت اللذينه في دماغه، يعني جاب اجله من الاخر. وفي سيرفايفر سيريس يا جماعه فاز فريق راندي اورتن على فريق باتيستا، وبعدها رسميا راندي اورتن عمل فريق الليجاسي. بس بقى يا جماعه راندي اورتن وكودي رودز ومصارع تاني اسمه مانو بدل ديبياسي يعني وكده لعبوا بقى ضد تريبل اتش وباتيستا في عرض روب تاريخ 8 ديسمبر، وكانت مباراه 3 ضد 2، وكانت مباراه بجد حلوه جدا وتمتعك، وقدر الليجاسي في الاخر ان هم يفوزوا على تريبل اتش وباتيستا. بس بقى يا جماعه في عرض ارماجدون خسر راندي اورتن ضد باتيستا في مباراه فرديه، ودي حاجه كانت مش مفهومه قوي الصراحه، اللي هو في ايه يعني راندي اورتن ازاي يخسر بالطريقه دي مش فاهم. بس بقى يا جماعه في عرض روب تاريخ 19 يناير راندي اورتن قلب الدنيا عشان طلع مع فينس ماكمان وستيفن ماكمان وقعد يغلط فيهم بجد، يعني شتايم وحاجات غريبه جدا وقعد يغلط فيهم جامد جدا. وفينس ماكمان هدده وقال له انه هيطرده لو ما اعتذرش، ولسه فينس ماكمان هيطرده قام راندي اورتن ضرب ومعلم عليه. وبعد الموقف ده بقى يا جماعه دخل راندي اورتن الرويال رامبل، وبعد الرويال رامبل العظيمه قدر راندي اورتن يفوز بيها، وفاز بيها بعد ما وقع تريبل اتش. بس بقى يا جماعه في عرض روب تاريخ 26 يناير راندي اورتن طلع مع ستيفن ماكمان وقال ان اللي عمل مع ابوها ده كان مش بمزاجه خالص، وان في اوقات كتير بيخرج فيها عن السيطره، وقال انهم لو طردوه هيرفع قضيه على الشركه عشان هو قانونا فاز بالرويال رامبل يعني لازم يشارك في ريسل مانيا. بس ستيفن ماكمان قالت له انا مش هطردك وان عندها خطه ثانيه خالص. وتخيل عزيزي المشاهد ان الخطه دي ان شين ماكمان يرجع. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ هي دي الخطه الكبيره يعني ولا ايه مش فاهم. المهم عزيزي المشاهد ان شين ماكمان لعب ضده في عرض نو واي اوت، مش محتاج اقول لك مين اللي فاز، يعني راندي اورتن علم عليه وسفلت بالارض يعني معروفه. بس لعبه تاني في عرض الرو واتصاب بقى شين ماكمان في دماغه، وده خلى ستيفن ماكمان تخش تشوف اخوه وتطمن عليه عادي يعني اخوات. بس يعني هي فيها غلطه شويه عشان زي ما قلت لك انك ما ينفعش تامن الافعى، عشان راندي اورتن يديها ارك او يسفلت بيها الارض، وده خلى تريبل اتش يخش في العداوه مع راندي اورتن. وبعدها راندي اورتن طلع واعترف ان كل اللي عمله ده كان خطه هو اساسا مخططها مع نفسه عشان ينتقم من تريبل اتش عشان طرده من الايفولوشن زمان. اللي هو انت قلبك اسود قوي يا راندي والله العظيم قلبك اسود قوي، حاجه حصلت من 2004 جاي تفتكرها دلوقتي في 2009. بس طبعا مش محتاج اقول لك ان العداوه ولعت جامد جدا جدا ما بين الاثنين ودخلت في مسائل شخصيه يعني بجد جمدان وعظمه. وبما ان راندي اورتن فاز بالرويال رامبل طبعا ليه ماتش في ريسل مانيا واختار انه يلعب الماتش ده ضد تريبل اتش البطل. بس يعني يوسفني اقول لك ان بعد الماتش جامد جدا في ريسل مانيا راندي اورتن خسر. بس في عرض ريسل مانيا باكلاش خد منه اللقب في مباراه سداسيه بين الليجاسي وتريبل اتش وباتيستا وشين ماكمان، ودي كانت المره الثالثه لراندي اورتن. بس تحسه بيردها له كده، لو مش انا كسبتك في ريسل مانيا اللي فاتت وانت خدت مني اللقب في باكلاش اهو انا عملت معاك نفس الكلام بالظبط. ولعب بقى يا جماعه ضد باتيستا في عرض الجادجمنت داي، بس فاز بالاستبعاد بسبب تدخل كودي رودز وتيد ديبياسي. بس ما تفرحش قوي يا عزيزي عشان خسرها بعد كده لباتيستا في عرض اكستريم رولز في مباراه قفص جامده جدا. بس بما ان احنا بنتكلم على عصابه الليجاسي وبنتكلم على راندي اورتن اللي هو غدره وما ينفعش تامن له، في عرض الرو يا جماعه دخل الليجاسي وراندي اورتن ودمروا باتيستا حرفيا وعملوا له اصابه قويه جدا وخلوا باتيستا يتنازل عن اللقب بتاعه عشان في عرض الرو بتاريخ 15 يونيو دخل مباراه رباعيه صعبه جدا جدا على اللقب ضد بيج شو وجون سينا وتريبل اتش، وقدر يفوز بالماتش وقدر يفوز باللقب للمره الرابعه ليه. ولعب بعدها بقى ضد تريبل اتش مباراه من نوع لاست مان ستاندنج تاني، بس الاثنين ما قدروش يقوموا خالص في المباراه خلصت بالاستبعاد، اللي هو انتوا مفيش حد عايز يقوم اعمل لكم ايه انتوا الاثنين خسرانين. بس تريبل اتش ما سابوش ولعب ضده في عرض زباش مباراه من نوع 3 ستيجز اوف ذا هيل، وكانت مباراه بجد حلوه جدا وتمتعك. بس راندي اورتن قدر انه يفوز بسبب مساعده الليجاسي، ودي من النوادر حرفيا لما تلاقي راندي اورتن قدر انه يفوز بمساعده الليجاسي، وهتعرف ليه انا بقول لك كده في الفيديو. في سمر سلام يا جماعه احتفظ باللقب بتاعه ضد جون سينا اللي كان داخل قبلها معاه في عداوه، بس طبعا بسبب ان هو غش في المباراه، ودي كانت شخصيته يعني عادي جدا انه يغش عادي. بس فعلا راندي اورتن وقتها كان من اقوى الهيل اللي في الشركه عشان بجد كان بيعمل حاجات صعبه اي حد يعرف يعملها زيه، غير بقى كده انه كان بيعرف يعمل الشخصيه بطريقه جامده جدا. بس انا بقول لك كده عشان امهد لك للماتش اللي جامد جدا ما بين جون سينا وراندي اورتن في عرض بريكنج بوينت.
واللي فعلا راندي اورتن اثبت في الماتش ده انه هيل بطريقه غبيه، بس في الاخر جون سينا خلاه يستسلم واخد منه اللقب، بس اورتن استعادها منه تاني في الهيل ناسيل، ودي تقريبا الخامسه باين حاجه كده، بس خسرها تاني جون سينا في عرض بريكنج رايت. ما هي كانت ليله الصراحه، اللي هو جون سينا ياخده يوم وراندي ياخده يوم، وجون سينا يوم وراندي اورتن يوم، اللي هو حاجه بجد غريبه بس كانت جامده جدا وحماسيه جدا. وبعدها بقى ابو اورتن دخل في عداوه مع كوفي كينجستون، ولعب في السرفايفر سيريس فريق راندي اورتن وفريق كوفي كينجستون، لا كانت تتخيل ان فريق كوفي كينجستون هو اللي فاز على فريق راندي اورتن، حاجه بجد كانت صادمه بجد ومحدش كان متوقعها قوي. بس راندي اورتن لعب ضد كوفي كينجستون في عرض تي ال سي، ومش محتاج اقول لك ان ده راندي اورتن فاز بالماتش، يعني حاجه متوقعه جدا جدا، ومفيش اي حاجه مهمه حصلت لغايه يناير 2010 بالذات في عرض روب تاريخ 11 يناير لما فاز راندي اورتن في مباراه ثلاثيه عشان يلعب ضد بطل الدب دبليو شيماس في الرويال رامبل. بس نيجي للرويال رامبل واللي راندي اورتن ما عرفش يفوز فيه على شيماس بسبب تدخل الليجاسي، وده خلى راندي اورتن يتعصب جامد جدا عليهم بعد الماتش. وفي روب تاريخ 15 فبراير خسر مباراه الاعاده اللي ما كانتش على اللقب اساسا، بس ده برضه بسبب تدخل الليجاسي. وراندي اورتن في الوقت ده بجد كان يعني بص جاب اخره من الليجاسي خالص، اللي هو بص انتوا قرفتوني في عيشتي بعيدوا عني. لحظه واحده بس، انا حاسسك لسه ما اشتركتش في القناه ولسه ما عملتش لايك، انا حاسس ما اعرفش انا حاسس، فاشترك في القناه بقى يلا واعمل لايك للفيديو عشان دي اكتر حاجه ممكن تدعمني بيها. وبس يلا بينا نكمل. بس راندي اورتن وتيدي بياسي داخل الاليمينيشن تشامبر 2010، وتيدي بياسي قدر يطلع راندي اورتن من المباراه بسبب مساعده من كودي رودز، وبسبب كل اللي حصل مع راندي اورتن ده قلب بالشخصيه الفيس، والثلاثه بقى لعبوا ماتش ثلاثي في ريسل مانيا 26. ومش محتاج اقول لك ان اكيد راندي اورتن فاز، يعني مش محتاج اقول لك، بس بجد طول سنه 2010 كان عايز ياخد اللقب باي شكل من الاشكال، بس دايما كان بيفشل، مره بقى من جاك سواجر ومره في مباراه رباعيه، يعني بجد كانت حاجه صعبه قوي كان بيخسر كتير. بس ده كان ليه سبب، عشان وقتها الدنيا بدات تتغير شويه وبقى في نجوم جداد دخلوا الشركه، مش زي الاول مثلا راندي اورتن وباسيتو جون سينا بس كان بياخدوا دفعات، لا كان في ناس تانية برضه دلوقتي عايزه تاخد دفعات. واورتن بقى دخل مباراه الماني ان ذا بانك، بس طبعا ما عرفش يفوز علشان اللي فاز بيها كان زاميز. وخليني اقول لك ان زاميز هيزعله قوي بس مش دلوقتي. في وقتها بقى استكمل عداوته مع شيماس ولعب هما الاثنين في سمر سلام، بس المباراه خلصت دي كيو، اللي هو انت بتفهمش فيه ايه يعني بجد، يعني انت صعب قوي الصراحه، اللي هو انت اغلب مبارياتك كلها خلصت دي كيو، يا عم ارحمنا يا عم، مش كده يا عم، في ايه يا عم، احنا عايزين نشوف الارك يو اللي بتختم الماتش يا عم، وحشتنا والله العظيم وحشتنا. بس راندي اورتن حب يعوضنا عشان بعد الماتش يدي احلى ارك يو شيماس يجيب اجله خالص. بس راندي اورتن برده كان مستمر في حربه انه عايز ياخد اللقب باي شكل من الاشكال، هو عايز ياخد اللقب ملوش دعوه ياخده مين هياخده امتى، ملوش دعوه هو عايزه. عشان بقى في عرض نايت اوف تشامبيونز راندي اورتن قدر يفوز باللقب في مباراه سداسيه بجد عظيمه، والصراحه ما بقتش عادي، يعني تقريبا ده اللقب السادس تقريبا يعني. ونجح بقى انه يدافع عن اللقب ضد شيماس في عرض الهيل ناسيل، اللي هو الدنيا لفت بينا وبقيت انا البطل وانت اللي بتخسر وكمان مش بالديكيو، يعني بص بقى الدنيا راندي اورتن جاي ينتقم من الاخر. بس بعدها بقى دخل في عداوه مع ويد باريت زعيم النكسس، واللي كان وقتها بيستغل جون سينا جامد جدا عشان يكون بطل. بس اورتن بقى كان معلم قوي 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 مع ويد باريت، قدر يحتفظ باللقب ضد ويد باريت في عرض بريكنج رايت وكمان في عرض سرفايفر سيريس يا عم. وكان جون سينا الحكم في المباراه دي، وكانت مباراه بجد حلوه جدا ورايقه جدا واثرت في احداث كتير بعد كده. بس انا اللي قلت لك من شويه انه هيزعل من زاميز عشان في عرض روب تاريخ 22 نوفمبر قدر راندي اورتن انه يهزم ويد باريت تاني، بس بعد المباراه دخل زاميز وصرف عليه الشنطه، واورتن في الاول كان بيسد معاه بس في الاخر يعني فاز زاميز باللقب. وطبعا راندي اورتن بطبيعته ما بيحبش يسيب حاجه لحد بالساهل، عشان كده لعب ضد زاميز في عرض التي ال سي ويخسر من زاميز، ولعبه تاني في عرض الرويال رامبل بس برضه ميز بيكسب، بس المره دي بمساعده من سين بانك اللي عايز انتقام من راندي اورتن. علشان ما تنساش يا عزيزي ان راندي اورتن والليجاسي كانوا اصلا سبب في خساره سين بانك اللقب في 2008، ولما يأس راندي اورتن دخل الاليميشن تشامبر، بس برضه سين بانك دخل وطلعه. هو سين بانك حرفيا لما بيدخل في عداوه مع حد لازم يكون الكابوس بتاعه ما بيحلوش بقى في اي حاجه، ما بيحلوش، ولكن في درو ماكنتاير خير مثال، يعني حرفيا مش بيسيبه خالص. ومن وقتها يا جماعه وراندي اورتن في عداوه جامده جدا مع سين بانك، ومش مع سين بانك وحده، لكن في عداوه مع النيو نيكسس كلهم. وعلى الرغم من كده راندي اورتن لعب ضد سين بانك في ريسل مانيا 27 وكان ماتش جامد جدا يا جماعه. بس راندي اورتن قدر يفوز بالماتش بعد حته اركيو عظيمه يا جماعه بتدوب في البق، اقسم بالله بجد عظيمه. بعدها في الدرافت طبعا راندي اورتن اتنقل لسماك داون ولعب ضد سين بانك تاني في عرض اكستريم رولز، وده بجد كان ماتش عظيم، وفاز راندي اورتن بالماتش ونهى عداوته مع سين بانك والنيو نيكسس كلهم. بس بقى في سماك داون بتاريخ 6 مايو يلعب ضد كريستيان البطل. هتقول لي اكيد مش هيكسب يعني دي مباراه في عرض اسبوعي وكده، لا يا عزيزي راندي اورتن قدر بعد ماتش جامد جدا مع كريستيان انه يفوز عليه وياخد منه اللقب، وما كانش اي لقب، كان لقب الاعلى من الوزن التقيل. وقدر بقى انه يدافع عن اللقب ضد كريستيان في عرض اوفر ذا ليميت، وكان ماتش تاريخي بجد ومن اجمل ماتشات راندي اورتن في تاريخه كله. ولعبوا التاني في عرض ماني ان ذا بانك، بس المره دي يخسر راندي اورتن اللقب لكريستيان. بس استنى، استعادوا منه تاني في عرض السمر سلام، ودي تقريبا المره الثامنه تقريبا حاجه كده. وانها عداوته معاه بقى في سماك داون بتاريخ 30 اغسطس في مباراه من نوع قفص، وبجد كانت جامده جدا جدا فوق ما تتخيل. انا لما بقول لك ان الماتش كان جامد وتاريخي بجد الماتش بيكون جامد فعلا. وبكده بقى كلها عداوته مع كريستيان خالص،
خالص. بس بعد ما راندي اورتن فاز على كريستيان يعني دخل مارك هنري وعمل اللي واجب مع راندي اورتن، وجب معاه توجيبه عمره، واللي ولع الدنيا اكتر ان مارك هنري بقى المنافس الاول على اللقب اللي مع راندي اورتن. والاثنين بقى لعبوا في نايت اوف تشامبيونز، وخسر راندي اورتن اللقب لمارك هنري في لحظه صادمه ما كانش في ناس كتير تتوقع ان ده ممكن يحصل، ومارك هنري بجد كان يستحقها، بس اورتن فشل ان هو يستعيد اللقب منه. وبعدها رجعت عداوته مع كودي رودز تاني، بس خلال ده يعني في سماك داون بتاريخ 14 اكتوبر فاز راندي اورتن بمباراه الباتل رويال، واختار انه يلعب مع مارك هنري البطل في نفس الليله، ولعبوا فعلا بس المباراه خلصت ديكيو بسبب تدخل كودي رودز عليه. يا ابن الكلب انت يا جزمه. وراندي اورتن من بعدها وهو خلاص بقى بص انا ما وريش غيرك النهارده، خلاص انا فوقت لك بقى، ولعب ضد كودي رودز في عرض ديفين جينز، وقدر انه يعلم عليه ويفوز عليه فوز ساحق، وفاز عليه تاني في عرض سماك داون. هو راندي اورتن كان معلم عليه طول عمره. وبعد ما خلصنا من كودي يعني طلع لنا ويد بارد تاني، وده كان بسبب ان كل واحد فيهم كان قائد الفريق بتاعه في سرفايفر سيريس. بس قبل سرفايفر سيريس راندي اورتن لعب ماتشين كده مع ويد بارد ما لهمش لازمه ومش مؤثرين خالص، على عكس الحاجات اللي لسه هقولها لك. وفي سرفايفر سيريس يا جماعه يخسر راندي اورتن وفريقه كله، وبسبب ده العداوه ولعت اكتر ما بينه وما بين ويد بارد، ولعبوا هما الاثنين في عرض التيل سي، وفاز ابو اورتن بعد مباراه جامده جدا ما بين الاثنين. وفي سماك داون بتاريخ 23 ديسمبر اورتن عمل معاه احلى واجب بجد، يعني هو بص ظبطه كده وروق عليه، وعطاه واحده ار كيو بجد جمدان وعظمه علشان عداوتهم تولع اكتر واكتر. ولعب هما الاثنين في سماك داون بتاريخ 30 ديسمبر، مباراه من نوع تثبيت في اي مكان، وبسبب ده المباراه بجد كانت جامده جدا وكانت حماسيه جدا، وحرفيا يعني لعبوا في كل حته. بس المباراه ما كملتش عشان راندي اورتن وقع من فوق السلم وجاله انزلاق غضروفي وغاب شهر كامل. وفي 27 يناير سنه 2012 رجع ابو راندي وهجم على ويد بارد كمان، عشان بعد كده يلعب معاه في سماك داون مباراه بجد جامده جدا ويفوز بيها وينهي فيها عداوته مع ويد بارد. بس بعدها على طول يعني في مباراه ما بينه وبين دانيال براين يجي له ارتجاج في المخ، ودي حاجه مش سهله خالص يعني. بس رجع في سماك داون بتاريخ 2 مارس ودخل في عداوه مع كين بعد كده، ولعبوا هما الاثنين في ريسل مانيا، وقدر راندي اورتن يفوز على كين عادي، ولعبوا تاني في اكستريم رولز، وبرده راندي اورتن قدر يفوز عليه وينهي العداوه اللي كانت ما بينهم. والصراحه يعني العداوه دي ما كانتش احسن حاجه خالص، او ما اتعملتش بطريقه جامده جدا تحمسك زي اي عداوه ثانيه. بس بقى يا باشا في 30 مايو الشركه وقفت راندي اورتن 60 يوم تاني بسبب ان راندي اورتن وقتها مشاكله كترت، فايه يعني 60 يوم كده تأديبي يعني ان هو يعني اظبط نفسك. ورجع بقى في 30 يونيو وفاز على مصارع اسمه هيث سلاتر، وبعدها بقى دخل في عداوه مع مستر ماني من زمان وقتها دولف زيجلر، وكانت عداوه حلوه جدا وانا بحبها الصراحه. وراندي اورتن قدر انه يفوز عليه في عرض نايت اوف تشامبيونز، وبعد كده دخل في عداوه صغيره كده مع البرتو ديل ريو وهزمه بقى في الهيل اناسيل. بس بقى في سيرفايفر سيريس يخسر فريق راندي اورتن تاني او تالت او رابع انا مش فاكر والله، بقى له فتره مش بيكسب في سيرفايفر سيريس خالص. بس بعدها يدخل في عداوه مع الفريق اللي لسه منضم جديد للشركه ذا شيلد، وفي احدى عروض سماك داون هجم الشيلد على راندي اورتن حرفيا ودغدغوه ودرمغوه، اللي هو يعني فرض سيطره من الاخر. مشيت 20 في دور القفا طب خد، وعملوا له اصابه خفيفه كده في كتفه. بس في 31 ديسمبر يرجع راندي اورتن عشان يقف مع ريباك وشيماس ضد الشيلد، ودخل الانيميشن تشامبر بس ما عرفش يفوز خالص. وزي ما قلت ان هو كان في عداوه مع الشيلد، عشان كده في ريسل مانيا يخسر هو والبيك شو وشيماس ضد الشيلد، اللي هي كانت دفعه بجد قويه جدا للشيلد بجد، اللي هو بيفوزوا على راندي اورتن والبيك شو وشيماس اللي هم كلهم كانوا ابطال عالم في وقت ما. بس بعدها دخل في عداوه عبيطه جدا جدا مع بيك شو. بصراحه انا ما حبيتش العداوه دي خالص ولا حبيت الماتشات اللي لعبوها مع بعض، بس يعني العداوه دي ادت لماتشهم في اكستريم رولز واللي فاز بيه راندي اورتن على البيك شو. بس عداوته مع الشيلد لسه ما انتهتش، واتحد بقى مع الهيل نو اللي هو طبعا دانيال براين وكين، وقدروا ان هم يفوزوا اول فوز على فريق الشيلد. واللعب هو ودانيال براين ضد رومان رينز وسيس رونز على القاب الفرق في عرض باي باك. بس يسعدني عزيزي المشاهد ان اقول لك ان هم برضه خسروا، وبعدها هو ودانيال براين قلبوا على بعض، وفي 24 يونيو خسر راندي اورتن قدام دانيال براين. بس الاثنين بعد كده لعبوا ستريت فايت وفاز بيه برضه دانيال براين. بس راندي اورتن في الفتره دي بجد كنت تحسوا ان خلاص كده تهميشه وهزايمه كترت بجد بطريقه ما تتخيلهاش، بقى بيخسر من ناس اساسا ما تتخيلش ان هو ممكن يخسر منها اصلا. بس هل سلسله الهزايم دي هتستمر كتير؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث ان شاء الله. وبس عزيزي المشاهد نكتفي بهذا القدر من هذه القصه العظيمه بجد والجامده جدا بجد، قصه انا عن نفسي بستمتع بيها وانا بعملها اساسا، لانها مش قصه اي مصارع زي ما قلت، لا دي قصه الفايبر قاتل الاساطير راندي اورتن. وبس ده كان الجزء الثاني، اتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم، ولو انت وصلت لغايه هنا وعجبك الفيديو اشترك في القناه واعمل لنا لايك واكتب لنا تعليق جميل شبه كده. وبس سلام.